السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ كل جمعة وانتم بخير وصحة وبركة ورزق واللي تتمنوا يا رب. النهاردة حصل معايا موقف. انا من النوع اللي يعني ممكن اعد لكم المرات اللي عاني دمعت فيها. والله يعني دمعتي ما بتنزلش بسهولة ابدا. النهارده انا خارج انا متعود اصلي الجمعة واروح اقعد مع ابويا وامي شوية. من يوم ما توفوا انا ماشي على العهد ده يعني. فالمهم ان يا دوبك قبل المقابر ب 50 متر كده ولسه هحود. فالمهم قابلني واحد صاحبي راكب موتوسيكل مكنه صين. يا فلان ازيك عامل ايه؟ بقالي فتره ما شفتوش، الدنيا بقى تلاهي وكده. قال لي الحمد لله، انت فين؟ ليك وحشه وبتاع. المهم بقول له انت رايح فين؟ قال لي انا رايح اقعد مع امي شويه وابويا. فالمهم بصيت له كده قلت له ياه، فاكر امك دي؟ بس احنا عشان كنا اصحاب فكنت اروح اقعد معاه في بيتهم، اكل معاه، هو يجي يقعد معايا في بيتنا يتغدى معايا نتعشى سوا. فكنا يعني في بعض قوي. قلت له فاكر امك دي؟ يقول لا فاكر امك الله يرحمها يا علي. فاكر ابوك لما كان يقعد يتريق عليا يقول لي كذا؟ فاكر ما اعرفش ايه. اقول له فاكر يالا لما انت كنت زمان تمسكني تضربني وعشان كنت طيب كنت بخاف منك وقعدت افتكر زمان وافتكر الوقت. قلت له انت فاكر هو احنا كنا لسه اول امبارح في اولى اعدادي. احنا كنا بقول له كده اول امبارح احنا كنا لسه في اولى اعدادي. هو الوقت ما شاء الله برضو زي كده جد. شوف يا ده انت بقيت جد وانا بقيت جد. يعني اللي ابوك وامك عصروه وانا ابويا وامي عاشوه احنا داخلين عليه. احنا انا حاسس ان احنا كنا لسه والله العظيم لسه اول امبارح في اولى اعدادي. خلصنا اعدادي وثانوي وجيشنا وجوزنا وخلفنا وعيالنا اتجوزوا وخلفوا. الايام دي جرت امتى بجد؟ يعني الوقت ده جرى ازاي؟ والله العظيم انا قعدت لمده لحظات قسما بالله انا متخيل ان انا الواد ده مقابلني، ان احنا رايحين نلعب سوا او رايحين الدرس او رايحين المدرسه او جاي ياكل عندي او رايح اكل عند امه. والله والله بدون مبالغه انا بتكلم من قلبي. فمانيش عارف الايام بتجري. الواحد شعره بيض. يعني انا شعري بيض ما بيغرقش شويه اللون اللي فوق دول. انا شعري كله بيض، يعني لو سبته كده هتلاقيه ابيض بفتح. الايام دي جرت امتى؟ الايام دي عدت بسرعه ازاي؟ ايه اللي بيخلي الايام تجري بالسرعه دي؟ خلصنا الحديث، الكلمتين اللي احنا اتكلمناهم. خلاص بقى على اول دخلة المقابر بتاعتنا. هو مشى راح لامه وابوه وانا مشيت في العدل رايح لامه وابويا. فعني دمعت. والله العظيم عني دمعت. رجعت بالذكريات لكام سنه ورا فتلاقيتني اتخنقت. ما فيش في الدنيا اسرع من الايام. والله ما في اسرع من الايام. في يوم وليله كبرت واشتلت مسؤوليه انت ما كنتش حاسب لها. وبقى واتجوزت وخلفت وبقى عندك عيال واللي ابوك وامك عاشوه انت خلاص هم راحوا لحالهم. انت بتعيش الوقت صاروخ، ايام زي الصاروخ. ما بنكدش عليكم والله، ما شويه كلمتين كده. يعني موقف كده يعني اثر فيا قوي قوي قوي. ويعني قلت ما اصوره. فربنا يعدينا منها على خير وجعل اللي يجيب في سيرتنا يجيب في سيرتنا بالطيب مش بالوحش يا رب، اللهم امين. واحسن خاتمتنا كلنا.